طارق الشناوي صورة أرشيفية. رفض الناقد الفني طارق الشناوي التعليق على أزمة الفنان بيومي فؤاد حول انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي المعروضة حاليا في موسم الرياض 2024. تصريحات طارق الشناوي. وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير: كان ممكن التبرع بالإجر أو بجزء من الأجر، وأيضا يوجد ناس تبرعوا بالدم. لو في فنان كبير محبوب لو وقفوا على خشبة المسرح والتبرع بدمه، ذلك يحفز العديد من الشباب للتبرع. أنا ضد فكرة بأننا لا نعبر عن رأينا ونكتفى بالصمت، يجب أن نتحدث ونخرج رأينا. وقال إن الأمر بات أكبر بكثير من هذه التصريحات المتبادلة، والقضية أكبر بكثير من التفاعل والاستماع لما يقال ويكتب على منصة السوشيال ميديا، وذلك لأننا رايت العديد من الآراء وهوتك إعراض وأشياء لا تجوز. واستكمل طارق الشناوي حديثه قائلا: أطالب أشرف زكي وذلك بصلاحيته كنقيب بالتدخل بين أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد وإصدار بيان لحل تلك المشكلة الجدال الواسع. واختتم الشناوي حديثه قائلا: يجب أن يوضح لنا النقيب أشرف زكي إذا كان الممثل يتوقف في ظل الظروف الراهنة وحرب غزة أم يقدم فنيه، هل يشارك في أعمال وطنية أو موضوعات أخرى، ومن الممكن توجيه جزء من عائدات بعض الأعمال الترفيهية لدعم أهالي غزة، وهذا هو الأهم في الوقت الراهن. تصريحات بيومي فؤاد المثيرة للجدل. وقام الفنان بيومي فؤاد بمهاجمة محمد سلام، وذلك في نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي الذي عرض أمس بموسم الرياض. وقال بيومي فؤاد: من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك. احنا مبني جيش على شأن نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فن المصري، انتم بتحترمونا وحنا بنحترمكم جدا. شيء عظيم اني اخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم اني مصري، انا بشرف بلدي. واضاف: أنا فنان مصري ولي الشرف جيت المملكة العربية السعودية ولي الشرف عشان نقدم فننا. أسباب اعتذار محمد سلام عن زواج اصطناعي. جاء اعتذار الفنان محمد سلام خلال الأيام الماضية بسبب دعمه لفلسطين وغزة، وهو ما جعله يرفض السفر للمشاركة بالمسرحية. وظهر في فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أكد خلاله أنه لن يقدم هذا العمل بسبب غزة وما تشهده من الاعتداءات على الأطفال والنساء والمدنيين. احنا اتظلمنا والله، احنا اتهنا واتظلمنا واحنا جايين نقدم فن. اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس، اقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس. 3 بالله العظيم العرض دوت لو قعد اكتر من 15 يوم تاني بدون اجر سياده المستشار يعلم. احنا يبقى لنا شرف ونبقى فرحانين جدا. تحياتي لحضراتكم وانا اسف. انا اسف. بنشكر حضراتكم جدا.